حلت روايح شهر الخير والفرحة، وهنبتدي التخليلات وتحضيرات لشهر رمضان إن شاء الله. يلا بينا النهاردة هنعمل مخلل الجزر واللفت والقرنبيط، وهقولك ازاي الجزر يطلع مقرمش واللفت والقرنبيط يحتفظوا بلونهم فاتح وما يسودوش، وبمنتهى السهولة هسمعك صوت قرمشة الجزر. يلا بينا نخش على طول على وصفتنا. انا معايا هنا حوالي كيلو من الجزر وكيلو ونص من اللفت. تقدري طبعا تضاعفي الكميه زي ما انت عايزه، نقدر نعمل مخللات رمضان ونشيلها. ومعايا قرنبيطه كبيره. انا هنا هبتدي بالجزر الاول. انا قطعت الجزر وقشرته وهحط عليه 3 معالق من الملح عشان انزل السكر اللي فيه واسيبه على جنب دلوقتي، وابتدي اشتغل في اللفت. انا مقطعاه. اهم حاجه جيبي اللفتيه الصغيره لانها قلبها ما بيبقاش شايخ عشان تبقى اللفت معاكي حلو. هبتدي بقى ايه احطه في البطرمان على طول. انا ما بحبش احط عليه الملح واسيبه ينزل ميته عشان لونه ما يغمقش، ده اولا. تاني حاجه الميه اللي بتنزل منه دي ماده حفظ ليه. فانا مليت بيه البطرمان بتاعي وهبتدي اجيب بنجرايه وعليهم 4 معالق من الملح. ازاي انا بقدر الملح؟ كل كوبايه 200 ملي اللي هي الشوب الكبير بتاعه الميه دي عليها معلقه كبيره من الملح، وهحط معلقه من السكر عشان يفضل مقرمش وما يطراش معايا. وهبتدي بقى احط الاول كوبايتين من الميه المغليه عشان انا عايزه انزل اللون بتاع البنجر، وهقلب كويس. وبعد كده ازود ميه عاديه بقى بارده، بس اهم حاجه ميه تكون غلياها ومبرداها، او ميه من الفلتر، ميه تكون متعقمه لحد ما عشان ما يعملش ريم. خدي بالك لو حطيتي ملح قليل المخلل بتاعك هيتهري. وهبتدي بقى احطها على اللفت بتاعي. اللفت بياخد حوالي تقريبا 3 ايام وبيكون استوى خلاص. واللفت اليومين دول سعره حلو، 3 كيلو ب10 في السوق، فتقدري تشتري وتعمليه رمضان، ينفع في مخللات رمضان. هنقفله كويس ونسيبه بقى. نشتغل بقى في القرنبيط. انا قطعته وغسلته وهبتدي انزله في ميه مغليه، بس طفيت الميه تحتيها، وهسيبه فيها لمده، هعد من 1 ل20، يعني 20 ثانيه. تمام. انا مش بسلقه هنا، مجرد بس بديله صدمه عشان القرنبيط الجلده بتاعته قاسيه شويه، فسهل عليا. بس كده. وطلعه على طول، ما قعدوش اكتر من 20 ثانيه. هبتدي احطه في البطرمان بتاعي برضو. والقرنبيط بيتعمل على مرحلتين. هجيب بقى ميه من عندي متبرده برضو، حوالي لتر من الميه. تقدري تقدري بقى الميه على حسب البطرمان بتاعك. وهحط عليهم 4 معالق من الملح ومعلقه من السكر. وهحط كمان مكون بعد كده عشان القرنبيط فيه ماده اسمها الكبريت بتعمل روايح، اهو اللي هو حطيت عليه المسمار او القرنفل عشان يطلع الريحه اللي مش حلوه فيه دي. دي اول مرحله من تخليل القرنبيط، هنسيبه لمده 5 ايام وهنرجع له تاني. الجزر بقى انزل ميته. هبتدي انزل الميه دي عشان دي الميه اللي فيها سكر، وهحطه في البطرمان بتاعي. وانا حطيت له ورق لورا عشان يطعمه. انا كيلو الجزر عندي هيحتاج حوالي 3 كوبايات من الميه، حطيت عليهم 3 معالق من الملح كبار. وانا مش هحط طبعا في الجزر سكر لان هو فيه سكر كفايه. وهحط معلقه من الشطه وربع كوبايه من الخل، تمام، على مقدار كيلو الجزر اللي عندي. وهبتدي اقلب ده كويس واحط ده محلول التخليل. بس كده، ما تزوديش اي توابل وبهارات في الجزر بس. وهسيبه برضو، ده بياخد حوالي 4 ايام، يعني اللفت حوالي 3 ايام والجزر 3 ايام. والقرنبيط هنسيبه لمدة 5 ايام في المحلول اللي احنا حاطينه فيه ده. وهنبتدي بعد ال5 ايام، وهبتدي اتخلص من المية الموجودة عندي بقى. دي المية دي فيها كبريت وريحتها مش حلوة، وابتدي اديله شطفه وهرجعه في البطرمان تاني. وهنا معايا لتر من الميه عليهم 3 معالق من الملح لانه كان فيه ملح اوريدي. وهحط عليه رشه من الكمون، ده كمون حب، وحوالي 3 فصوص من الثوم شرايح، ومعلقه من هريسه الفلفل، او فلفل تجيبيه احمر او الحراق تديله ضربه ونحطه عليه. ده بيدي طعم حلو قوي في القرنبيط. وهبتدي اكل منه من تاني يوم. خلاص كده القرنبيط معايا خلص. وبالطريقه دي هتعملي احلى مخلل. انا بحب اعمله منفصل كده عشان كل خضار ليه تسويه مختلفه عن التاني. القرنبيط هيفضل ابيض ومقرمش، واللفت عمره ما هيسود منك، والجزر هيفضل مقرمش لاخر حبايه فيه. اهم حاجه لما تفتحيه تاخدي بمعلقه نظيفه وتشيليه في التلاجة. بس كده، بألف هنا.